لكل إنسان يا إخواني يعاني من الهم أو من الوسواس، أقول يا إخواني خذوا هذا العلاج النبوي البسيط السهل اللي والله ما يستغني عنه أي أحد ويحتاجه كل أحد. أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: اجعل لك الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: اجعل لك النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: اجعل لك الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. اسمعوا للجواب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يقولون العلماء: فإذا كفاك الله همك عشت في الدنيا سعيد مرتاح البال مبسوط بدون هموم بدون غموم، وإذا غفر الله ذنبك أدخلك الله الجنة. هذا بإيش يا إخواني؟ بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي رضي الله عنه كان يكثر من الدعاء، وكان إكثاره في دعائه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يا إخواني العمل كفاه الله جل وعلا ما أهمه وغفر الله ذنبه. أنت أيها الغالي وأنت أيها الغالية أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلاج والله مجرب لكثير من الناس المصابين بالوسواس والهموم، والنتائج مبهرة ومضمونة بإذن الحي القيوم. أحسن ظنك بالله وعلق قلبك بالله، والله سوف ترى الفرج عاجلا غير عاجل.